الله عليه وآله: من قال يا علي مرة واحدة ثوابه كثواب 16,000 قراءة قرآن الذي أنا ختمته. يعني الذي يقول يا علي كان كمن ختم القرآن 16,000 كالختمة التي يختمها رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق أيها الأحبة يقول: ثواب من قال يا علي ثواب من ختم القرآن 18,000 مرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح؟ ثواب من قال يا علي ثواب من ختم القرآن 18,000 مرة على لسان رسول الله، كأن الخاتم للقرآن والقارئ للقرآن هو الرسول صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق يقول: من قال يا علي مرة واحدة كأنما ختم القرآن 18,000 مرة ختمها رسول الله. أرجو سواك. ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار. القنطار عبارة عن 500,000 مثقال ذهب، والمثقال الذهب 24 قيراطا، أصغرها مثل جبل أحد، وأكبرها ما بين السماء والأرض. قال رسول الله في كتاب مكارم الأخلاق: من قال لا إله إلا الله مرة من قال لا إله إلا الله مرة غرست له شجرة في الجنة. غرست له شجرة في الجنة. ما للعقول ما للعقول يا الله. وانظر لقوم لوهج النار قد سجدوا، يشقون من سقر الدنيا إلى سقر، تحلقوا حولها غبر ملامحهم، وفكرهم في قيود الذل والكدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.